ما ترمي عظمك يا بنتي وتتقوش عشان تسمن وتربرب وتلظلظ. خلوا بالكم من الزنك. الزنك ده محدش يعرف عنه كتير. موجود في ايه؟ في اللحوم الحمراء وكل حاجة لونها اخضر خضار، يعني سبانخ، يعني فلفل رومي، يعني جرجير. كل ده هنلاقي فيه عنصر الزنك اللي مهم جدا للشعر زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. خلي بالك إن كل العناصر الغذائية مهمة لكل يوم. 90% من البنات والستات في مصر عندهم أنيميا علشان مش بيركزوا على الحديد في أكلهم. ومش كده وبس، لو بياكلوا حديد كويس فبيشربوا كافيين وشاي كتير، وده بيعطل امتصاص الحديد. خلوا بالكم كمان إن فيتامين سي مهم جدا في اليوم، يعني كل يوم لازم يا تاكلي برتقال يا طماطم يا تشربي ليمون، لأن فيتامين سي ده بيساعد على امتصاص الحديد. خلوا بالكم كمان من فيتامين د. فيتامين د ناس كتير عندنا في مصر عندها نقص في الفيتامين ده، وده اللي بيسبب هشاشة العظام ووقوع الشعر، وساعات كمان العظم بتاعنا بيبقى ضعيف وأقل وقعة نتكسر. يا عمود يا فقري. فيتامين د ده موجود في ايه؟ في اللبن، في البيض، ولازم زي ما بقول لكم كل يوم ناكل منهم. خلوا بالكم كمان في الفيتامينات اللي موجودة في الفواكه الملونة. يعني ايه الكلام ده؟ فواكه الملونة كل لون في فاكهة بفيتامين مختلف. خلوا بالكم من المعلومة دي، وعشان سهلة تبقي أحلى اعملي لايك وفولو وتابعيني في كل جديد.